سلام خوتي حبابي صحاباتي عائلتي المشاهدين اللي كيشاهدوا القناه ديالي، ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه. جيت نشارك معكم هاد الشيكن وينغز ويت سويت شيلي صوص، ان شاء الله يعجبوكم، وعلاش لا ما تجربوهمش، صدقوني كيجيو رائعين. نبداو على بركه الله. هنا عندي القدر ديال جنيوحات ديال الدجاج حسب افراد العائله. غادي ندير لهم العطريه، نرقدوهم في العطريه. هنا ضفت اخوتي شويه ديال السكينجبير، وغادي نضيف شويه ديال الخرقوم البلدي، ومن بعد غادي نضيف الابزار. قلت علاش لا ما نشاركهمش مع صحاباتي وعائلتي واللي كيعرفوني. هادو راه معروفين، هادو راه الواحد يمشي ياكلهم في الريستورو، الاحسن الواحد علاش لا ما نجربوهمش حتى حنا في الدار. درت شويه د الملحه، درت الابزار، غادي ندير شويه ديال الزعتر، وغادي ندير واحد فص ديال الثومه، وحده غادي نديرها مع الدجاج، وحده غادي نوريكم غادي نديرها مع هذاك الصوص. صافي هنا درت حكيت الثومه، وغادي نحك شويه ديال سكينجبير طري كيعطيه المذاق رائع. الدجاج قبل اخوتي راني غسلته مزيان بالملحه والخل وسكينجبير. انا هذه هي الطريقه اللي كندير انا للدجاج كاع. غادي نضيف شويه ديال الزيت، ومن بعد غادي نضيف 8 معلقه كبيره ديال الطحين. تقدروا ديروا الطحين، تقدروا ديروا النشا، انا ما كانش عندي نشا، درت غير الطحين. وغادي ندير شويه ديال الخميره الحلوه. الفيديو راه واضح لكم والطريقه واضحه لكم اخوتي. صافي كان غادي نشرمل الجنيوحات باش تدخل لهم هذاك العطريه اللي درت، ونخليهم يرقدوا في هذاك العطريه على من نحمرهم. تقدروا تحمروهم في الفران، انا غادي نحمرهم في اير فاير. هنا يا خوتي غادي ندير شويه ديال التحميره باش يجي اللون احمر. صدقوني جاو رائعين. واحد تلا هادو راكم عارفين نتوما معروفين ديال الشينوا كيصوبوهم في الريستورات بزاف. قلنا علاش لا حتى حنا ما نجربوهمش ونديروهم حتى حنا في الدار. صافي غنخليهم يرقدوا. هنايا صافي غادي ندير الجنيوحات يتحمروا، ومن بعد نتلاقى معاكم. هنايا درت هذاك الفص الثومه اللي بقات ليا، وغادي ندير قشور ديال حامضه. هنا غادي نوجد معكم هذيك سويت شيلي، غادي نوجد معكم هذاك الصوص اللي غادي نديرو فيه هذوك الجنيوحات باش يرقدوا. هنايا هذيك العطريه اللي كانت عندي هي ضروري خص درت فيها غير شويه د الماء، ودرتها فوق الثومه وسكينجبير. انا ضفت واحد شويه ديال الزيت. غادي نضيف الثمن سمحوا لي قلت لكم الثمن. غادي نضيف الصوجا، من بعد غادي نضيف الكيتشوب، وغادي نضيف معلقه ديال العسل،
هاد لاصوص كتجي هي السر باش هذاك الجنيوحات كيجيو ما بين الحار ما بين الحلو. هنا خوتي غادي نحرك هذاك الكيتشوب والعطريه اللي درت، هذاك الصوجا والكيتشوب والثومه، وكندرت حتى سميتو هذا الخرقوم الطري. هذه سويت تشيلي، هذه غادي نزيدها حتى هي، وان شاء الله دابا نشارك معكم كيفاش تصوبوها. يعني كاين اللي ما عندوش، ما تنهضرش على صحاب اوروبا راه غتكون موجوده، كنهضر على صحاب المغرب اللي كيشاهدوني. ان شاء الله دابا نشاركها معكم. صافي هنا غنخلي على ما هذاك لاصوص تختار ليا شويه. غادي نضيف هذاك الجنيوحات ديال الدجاج. انا كنت طيبت الروز، رافقتهم مع الروز، كيت راجلي كيبغي الروز اكثريه، كيبغي الروز، وانتوما رافقوهم كما بغيتو على حساب كل واحد كيفاش شنو كيبغي. تقدروا ترافقوهم مع البطاطا مقليه ولا اللي بغيتو. صافي كنخلي هذاك الجنيوحات يشربوا هذاك لاصوص. خاصها تجي بحال هكا، خصهم يشربوا، وهذيك لاصوص راه حتى هي الواحد راه يقدر ياكلها. صافي هنايا غادي نخليهم على ما لاصوص تقال ليا، وغادي نطفي عليه على المقله. ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم، علاش لا. هذا هو الطبق ديال هذا ديال الدجاج، جنيوحة الدجاج. ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، علاش لا. زينتهم هنايا بشويه الزنجلان وهذاك الحار، وحطيت شويه ديال هذيك سويت تشيلي. ايوا ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، علاش لا. وما تنساوليش باللايك واشتراك وتفعيل الجرس وان شاء الله ما نغبرش عليكم. نبدا نحط لكم الوصفات اللي كنبغي انا نجربها، والوصفات اللي نكون انا عارفه نصوبهم ونحطهم لكم في القناه. ومع السلامه.